والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة أول يوم في سنة جديدة رب المجد يسوع أعطاها لنا، والحياة هي عطية الله يا أحبائي. الحياة هي عطية الله. يسوع المسيح اسمه رئيس الحياة. قال عليه القديس بولس: به نحيا ونوجد ونتحرك. قال أيضا القديس بولس الرسول إن الحياة دي هي المسيح، اللي هي الحياة هي المسيح. فأنت لما يجي ربنا يقول لي أنا اديتك فرصة جديدة، معناه اداني حياة جديدة، معناه إن فرصة إن الحياة دي يعمل فيها المسيح. نحن أحبائي لا نمتلك أي شيء في هذا العالم نستطيع أن نخرج به سوى حقل الحياة اللي يسوع المسيح يعمل فيه ويثمر فيه وبيه. وكأنما كل واحد منا عنده حقل اسمه حياتي. في واحد ادى فرصة ليسوع المسيح أن يعمل في هذا الحقل ويثمر، وفي واحد ما ادالوش هذه الفرصة. أحيانا بنفهم الحياة غلط، إن أنا المفروض أعمل حاجة في حياتي، مع إن في واحد وفر عليك الكلام والتفكير وقال: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا أي شيء. أقعد أنا أبص لحياتي وأبص لعمل الله فيها. النهاردة صدقوني أنا ما كنتش لاقي كلمات شكر أشكره بيها عن كل اللي عمله فيا وعملوا بيا. كل كلمات الشكر بأمانة. من آخر ما احترت قلت له: أنا مش عارف أشكرك، أنا مش عارف أشكرك. أنت غيرتني، أنت بنيتني، أنت جعلتني أداة بيدك، أنت وقفت معايا، سندتني، سترتني، قاعد محتار أمور كتيرة جدا. ولقيت داود محتار زيي، قول: بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني؟ نكافئه بإيه؟ عن نور الإنجيل اللي أشرق بيه على حياتنا وخلانا نورنا. وأنتم الذين كنتم قبلا ظلمة، أما الآن فأنتم نور في المسيح. اديني مكافأة أقدر أكافئه بيها. بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني؟ أمانة. اللي لقيته فينا يا رب أحسن من أي حد تاني. تدينا الفرصة العظيمة دي أن نستضيء بنورك وسط عالم مليان بالضلمة نلاقي نور، وسط عالم مليان باليأس نلاقي رجاء، وسط عالم مليان بالإحباطات نلاقي قوة بتتجدد فينا لمواجهة كل شيء. احنا بشر غير البشر، احنا ناس غير الناس. ربنا عمل بينا وفينا حاجة جديدة. ها أنا ذا صانع شيئا جديدا. فيش فرق بيني وبين أي حد تاني غير إن أنا اديته فرصة يشتغل في حياتي، وغيري ما اداروش الفرصة. نتجمع أنا وأصدقاء ليا من دفعتنا، عاملين جروب كده، مش قادر أقول لكم بحس
ان انا ليا جناحات كلهم في سن مش عارفين يعملوا ايه ومش لاقيين حاجه يعملوها وايام بيقضوها وانا ما بلاقيش دقيقه اقعد فيها. يقول لي ده انت اصغر، ده يعلم ربنا، يقول ده انت احلى ده انت احلى من الاول، ده انت اصغر منا كلنا. ايوه الحياه المتجدده كده. يسوع المسيح كلمه يجدد مثل نسر شبابك دي كلمه حقيقيه. يقول لك يكون ظلامك الدامس مثل الظهيره، دي كلمه حقيقيه. منك تبنى الخرب القديمة. أنا أكل كل نص كتابي، أكله عشان يمر عليا ويمر على حياتي. فكلنا لينا نفس الحياة، واليوم اللي فيه 24 ساعة والشهر اللي فيه 30 يوم والسنة كلنا، لكن الفرق بيننا وبين بعض مساحة عمل المسيح في يومك وساعتك وحياتك. وعمله عظيم تجيله وانت مهدوم تتبني، تجيلك وانت مكسور يعطي لك نصرة، تجيله وانت يائس يملاك بالفرح والرجاء، يعطي المعي قدرة وعلى عديم القوة يكسر شدة. لكن من عجب ناس كتير منصرفة عن يسوع وتبقى حقولها يعتريها العوسج والقريص والشوك والحسك، وناس جت ليسوع وبقت حياتها زيتونة خضراء، شجرة مثمرة تعطي كل شهر ثمرها. وكأنما احنا بنعمل دعاية ليسوع، بينما انا ادعوك انت ان تنسكب امامه النهارده، تقول يا رب السنة دي بتاعتك، الحياة دي بتاعتك، اعمل فيها مسرت، وانا هدي لك الاوقات يا رب، انا هدي لك الاوقات. ايوه سمعني الكلمه دي، هدي لك الاوقات. اوعى تقول لي انا هدي حياتي للرب وانت مش مكرس لي اوقات مشبعه. ترنيمه تقول وما يحسن في عينيك افعل وانا بين ايديك. طب فين بين ايديا يا ابني؟ فين بين ايديا يا حبيب ابوك؟ انا مش لاقيك بين ايديا خالص، انا مش لاقيك. ده انت عامل زي فرق علوز يا راجل، تصحى تقول لي تعبان مش قادر اصلي، مستعجل تقول لي راح اشتغل، رايح اذاكر، راح اعمل اي حاجه، مش راح اقعد معاك، ترجع تقول لي مهدود وعايز انام، تقوم تقول لي عايز اكل لقمه عشان كده، تروح تقول لي مش قادر اعمل. ايه ده؟ اجيبك منين يا ضايع؟ اجيبك منين يا خرابه؟ اجيبك منين؟ انت ضايع وخرابه. ليه بتدمر نفسك؟ ليه انت بتتأمر على حياتك؟ ليه ونتحايل على الناس؟ تعالى صلي، تعالى اقرا الانجيل، تعالى صوم، تعالى اعمل، وكأننا بنجر لا مؤاخذة يعني جبال، ونشجع ونراضي وندادي ونطبطب، واغفل بس كده عن واحد اسبوع تلاقي غرقت. ايه ده؟ تقف بخرابه قدام ربنا، تقف بسراج مطفأ وسط نور ناس كتير. لك حينئذ يضيء الفاهمون كالشمس والذين ردوا كثيرين كالكواكب في مجد أبيهم. وانت أخبارك ايه؟ هتقف شكلك ايه؟ سامحني ما بقول لك ضايع، انت ضايع لانك ضايع من ايده، انت الفرح من مفقود، انت الخروف الضايع الضال،
أنا مش بشتمك، أنا عايز أفوقك إلى ما ضلالك وإلى ما ضياعك. مش لاقي وقت أصلي، مش لاقي وقت الإنجيل، مش الاجتماع مش قادر، وخليه يظهر له أي حاجة. لا ده في الغردقة طلع فسحة كده مع أصحابه يغير يومين. لا ده راح يودي ابنه الجيمناستيك عشان ده بيعمل كذا. لا أصل البنت داخلة في مسابقة الباليه. اشرب، والآخر خرابة، والآخر ضايع، والآخر مظلم، مصابيح مطفأة، ونفوس ياما يسوع حاول ينورها، ياما يسوع حاول يجيلها، ياما يسوع حاول يقابلها. مش فاضيين. شكرا. امال فاضي لايه؟ فاضي لموبايل قاعد قدامه ساعات طويله، فاضي لناس تتكلم معاهم اوقات طويله، فاضي لمسلسلات تتفرج عليها ليل ونهار، فاضي قول لي عشان خاطري انت فاضي لايه يا فاضي؟ قول لي انت فاضي لايه يا فاضي؟ انت فاضي لايه يا فاضي؟ انت فاضي لايه؟ نفسي امسك واحد اهزه واقول له فوق، ده يسوع عايز يشتغل فيك. نفسي امسك واحد اهزه واقول له الراجل بيدور عليك، بقول ها انا ذا واقف على الباب واقرع. لعل خدمتي اليوم تكون قرعات من رب المجد الحنون على قلبك القاسي. لك افتح لي يا حبيبتي، يا حمامتي، افتح يا ابني، افتح. كان عندنا ترنيمة نقولها في بكور حياتنا: عاجلا قلبك افتح لي يسوع، عاجلا اغنم الوقت. اوعى تتخيل ان الفرص موجودة على طول. اذكر خلاقك في ايام شبابك قبل ان تأتي ايام تقول ليس لي فيها سرور. قعدت الاسبوع اللي فات انقل في كتبي واغير مكانها. كل كتاب بالنسبة لي قصة، كل كتاب بالنسبة لي درس، كل كتاب بالنسبة لي أستاذ، كل كتاب بالنسبة لي معلم، كل كتاب بالنسبة لي نقطة في حياتي. يمكن أنا ما قريتوش من زمان، لكن ما شفته بس ردت فيا الروح اللي كان بيدهاني واتعجب. الناس يقول لك ما عندناش وقت نقرا. امال عندك وقت ليه يا حبيبي؟ الوقت عندك وقت ليه اللي ما عندكش وقت تقرا؟ لا قال فتشوا الكتب. في ناس تفتش الكتب. فتشوا الكتب، اقرا، ارجع، انبش الابار القديمه، ارجع فوق، ارجع. تايه ليه؟ ولحد امتى ضلالك وضياعك؟ لحد امتى؟ يا رب اجعل السنة الجديدة حلوة، واجعل السنة الجديدة فيها كذا. يا رب اجعل السنة الجديدة، قول زي ما مش هيجعل حاجة. ليه؟ رايح انت مشوار كده وتقول لي صلي لي. ليه؟ عايز ازرع مانجا في ارضي، عايز ارجع ازرع ياسمين ونرجس في ارضي، عايز ازرع، والاقيك جايب كيس حلبة من قلب المحل وراح تزرع. اصلي فيك اعمل لك ايه؟ انت حلال فيك الحلبة يا فقر. انت رايح بتزرع ايه؟ ازاي انت بتزرع حلبة وانت عشمان في الياسمين؟ ازاي بتزرع خل وانت عشمان انت عشمان في ايه؟ صلاة ايه؟ واجعلها ايه؟ هيعمل فيها ايه الراجل؟ ما يزرعه الانسان اياه يحصد. من يزرع للجسد
فمن الجسد يحصد فساد، ومن يزرع للروح من الروح يحصد أبدا. عمال تزرع للجسد، تقول لي الفساد بيزيد والخطية رجعت لي تاني والشهوات الردية شغالة عليا وأنا ممسوق. صلي لي. أصلي لمين؟ وأصلي لك تعمل إيه إذا كنت أنت اللي بتدور عليها؟ أنت ما تقفلش باب إبليس. أصلي لك إزاي إنه ما يخش وأنت فاتح له الباب على المهلي؟ صلي إيه؟ صلي ونقول إيه؟ بص أنت بيقول اجعلوا قلبكم على طرقات. بص كده أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه دي؟ أنت بتدي ربنا وقت قد إيه يشتغل فيه؟ ومدي إبليس وقت قد إيه قاعد؟ سنة جديدة تعمل فيها إيه؟ وعيبها السنين اللي فاتت ما كانت حلوة وكان فيها 365 يوم زي بقية السنين بالظبط. ضيعتها ازاي يا غالي؟ ضيعتها ازاي؟ قول لي بالأمانة ضيعتها ازاي؟ فن الضياع، فن الخسارة، فن الخراب ما بين واحد سلم حقله ليسوع يشتغل فيه والناس تنبهر. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اذهب محدثا بكم صنع الرب بك، ويقول لك وعبرت على حقل الكسلان فإذا هو قد اعتراه الشوك والعوسك. سلم حقلك لمين؟ نسلم سنتك لمين؟ كل السنة اللي فاتت قلت نفس الصلوات ونفس التعهدات، واللي قبلها واللي قبلها، لا سنة جديدة، لا سنة مختلفة. هنضحك على بعض. انت مدي حياتك لمين؟ لمن انت؟ لمن انت اديت حياتك لمين؟ اوقاتك الحلوة بتصرفها مع مين؟ انت لما تدي وقت الانجيل يقبل فيك يقول لك اعرفكم بإنجيل المسيح. الآن أترككم لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع المقدسين. امبارح كنت بزور مدير البنك اللي أنا بشتغل معاه. الراجل ده جالي زارني من شهر، كان أول مرة يجيني، وكان عندي مشكلة كبيرة، وكان معاه مدير الائتمان اللي كل يوم يكلمني ويديني محاضرات قد كده. فمدير البنك بص لمدير الائتمان قال له انت تعرف الراجل ده؟ سكت. قال له انت تعرف الراجل ده؟ قال له الصراحة لا. قال له انا اعرفه. كان اول مرة يقعد معايا، قعد معايا ساعة وما كانش عايز يمشي. اتكلمنا في كل حاجة يعني غير الشغل، ووعدته بزيارة. رحت له امبارح، قال لي أول حاجة الراجل ده غير مسيحي. اندهلك الزملاء يقولوا لي إن أنا حياتي اتغيرت بعد ما قعدت معاك. يعلم المسيح أنا اتغيرت بعد ما قعدت معاك. وقعد يتكلم على النور اللي ملأ قلبه والنعمة اللي ملت كيانه في بيته وفي شغله. قال لي أنا ما كنتش كده، أنا اتغيرت. إيه ده؟ انده. قلت له لا ما تندهش حد، باين على وجهي. يعلم المسيح يقول لي كلمني ما تسيبنيش، وأنا بقوم مسك في إيدي كلمني شوية كمان. قلت له عايز أقول لك على حاجة، لو إن كلام الله ملوش موضع فيك أنت ما تمسكش يشهد الله. راجل مركز كبير أمن عن مكتبه جه يبوس على راسي يقول لي متشكر انك بتجيني تاني. ايه ده؟ هو احنا بقينا ادوات جامده قوي كده يا رب؟ حتى الناس الغير مسيحيين فعلا ينظروا نور مجد المسيح فينا. انا نزلت امجد ربنا، انت عملتني كده، انت صلحتني كده. وقعدت راجع كلام الله اللي عمل في حياتي والإنجيل اللي أثمر فيا إنسان تاني
يقدر يؤثر كده؟ الله يعلم. نازل مذهول، بشكر، بمجد، بعظم. راجل كان في الدور الثالث، ينزل يوصلني لحد الرصيف، الراجل ده ما حدش يعرف يخش له. فيسوع يغير الحياة ويدعو غير المحبوبة محبوبة، والذي ليس شعبي شعبي، ولكنه يحتاج لمساحات في حياتك يعمل فيها من خلال كلمة الإنجيل، يعمل فيها من خلال الروح القدس الذي يأخذ مما لي ويعطيكم، يعمل فيه من خلال شركة قوية مع الآب السماوي. نعرف ان احنا واحد مع الآب في المسيح. عايز اقرا لكم شاهد صغير كده، كان موضوع تأمل الأسبوع ده في إحدى الجلسات وعلى قلبي أشارككم بيه. في إنجيل معلمنا القديس يوحنا إصحاح 14 عدد 19: بعد قليل لا يراني العالم أيضا، أما أنتم فترونني. فإحنا بناخد الكلام ده ونقول ده أيام التلاميذ لما ظهر ليهم بعد القيامة. ماشي، خليك معايا في اللي جاي. إني أنا حي فأنتم ستحيون. بما إني ميت وها أنا حي، أنتم أموات وهتاخدوا نفس الحياة. خدوا بالكم، فبيكلمنا على حياة المسيح اللي تظهر فينا لأنه حي. طب وبعدين في ذلك اليوم، يوم ما تتمتع بملء حياة المسيح، يوم ما تشعر بكيان إلهي يسكن فيك، يوم ما تجد يسوع ممجد فيك، في ذلك اليوم تعلمون إني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. ما هذه الوحدة والشركة؟ في ذلك اليوم، في ذلك اليوم، اليوم اللي تدب فيك حياة المسيح، تعلم إن أنا في أبي وأنت فيا وأنا فيك، وحدانية مع الآب السماوي. نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون. جعلت في صورة سلطانك. في يوم هتجد فيه سلطان الله فيك إنك توصل حياة أبدية. من كان يوم كان عندنا فرح في الخدمة بتاع شبرا، فرح مش بخاطي تاب بس، كان فرح بميت قام، فرح واحد كان أشهر تغيير الديانة وأمه لقت الشهادة، فرح بواحد كان متجوز بطريقة ما وعنده، فرح بواحد كان بيسب ويلعن في الله وفي القديسين. تقول لي وإيه اللي فرح بده؟ رجع تاني ليسوع، رجع تاني ليسوع، رجع تاني للحضن السماوي، رجع بأبسط أشياء ممكن تتخيلها. درجة أنا جبت مراتي وريتها الواتس اللي بيني وبينه من أيام الضياع لأيام الرجوع، يعلم ربنا ما عملت فيه حاجة، ولكن كأنه سلك رفيع من خلاله في كهرباء إلهية بتوصل لإنسان تدب فيه الحياة.
أنا لم تسعني السماء ولا الأرض من فرحي. وأدركت قد إيه السماء كلها تفرح بخاطئ واحد يتوب. حسيت بفرح وكتبت له كده، السماء كلها فرحانة، السماء فرحانة. أنا لو وريتكم الرسالة بينه وبينه يا على المسيح، أصغر واحد فيكم يكتب أحسن منها 100 مرة. لكن كان فيها حب إلهي، كان فيها حياة إلهية، كان فيها نعمة تجيب من فم إبليس ومن بيت قيصر بأبسط الوسائل. أيوة، ليه؟ لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل مسرة. لما يكون شركة فيها سيستم كمبيوتر جبار، سلك الكهرباء لو مش واصل كل السيستم وقع. انت سلك الكهرباء ده اللي ربنا من خلاله عايز يعمل أعمال عظيمة، بس انت فاصل. انت السراج اللي ربنا عايز يوقده عشان يرى الداخلين النور ويخلصوا، عشان يمشي بنورها شعوب المخلصين ويأتون بمجد الأمم إليها. أنت مع ذلك موضوع تحت مكيال، ومش شايف إن أنت اللي بيك هيتم هذا الأمر. أنت ما تعرفش أنت مقصر مع ربنا إزاي، ويوم ما هنقف قدامه هيكون في المشهد ناس كتير هلكت، وكان في ايدك انت انك انت تجيبها للمسيح، وهتشوفهم. اذكر في مرة حكيت لكم على رسالة من الجحيم. جالنا ابونا وقف بوجه معبس، واحنا حسينا انه متضايق جدا. قال امبارح جات لي ام وبنتها عشان اصلي لهم، والموضوع قصة عجيبة. ليها صديقة معاها من نعومة الأظافر، وجات من 3 أيام صحيت من النوم مفزوعة على حلم وحش. راحت لمامتها، ماما أنا حلمت حلم وحش قوي. خير؟ جات لي رسالة من الجحيم، أنا صديقتك فلانة الفلانية، ياما لعبنا مع بعض، وياما ذاكرنا مع بعض، وياما أكلنا مع بعض، عزمنا على بعض بسندوتشات، وما كبرنا نقينا فساتين مع بعض ولبسنا مع كل حاجة. عمرك ما كلمتيني عن يسوع، عمرك ما كلمتيني عن يسوع. يا ريتك كلمتيني عن يسوع. أنا بكلمك وأنا ببعت لك الرسالة دي من الجحيم. ذنبي في رقبتك يا فلانة. صاحبتها غير مسيحية، ما حدش قال ان هي يعني. البت بقت تصرخ وتقول لامها بص تلاقي اسكت يا بت ما فيش حاجة، ده كابوس وحش اهو، هطلبها لك دلوقتي واسمعك صوتها. طلبت التليفون، ردت عليها الام، ازيك وازاي فلانة واخبارها ايه وبتاع، طب كنا عايزين نكلمها. قالت لها تعيش انت من 3 أيام. ايه؟ هنا بقى جت الصدمة على الام والبنت، وجو الكنيسة كله كهرب. قد لم تصل إليك رسائل من الجحيم حتى اليوم، بس مش معنى كده إنك نجيت. النفوس دي كلها كانت محتاجة شهادة بحياتك، شهادة بمحبتك، شهادة بغفرانك، شهادة إن يسألوك إيه سبب الرجاء الذي فيكم، تقول يسوع هو اللي خلاني كده، يسوع هو اللي بيغير، يسوع اللي بينور. يا سلام، اوعى تتخيل ده ضايع. هيحصل في الأبدية حاجتين 2. تشوف النفوس اللي كان ممكن تنقذها، وانت ما تشوف الصراخ بتاعها والدموع اللي معلقها، ودموع اكتر منها في عينين ابوها اللي بيحبها وضاعت وكان ممكن انت تجيبها. وفي ناس هيشوفوا النفوس الفرحانة المتهللة اللي يسوع يقول لك انت جبت لي دول كلهم
وصهيون تقول متى ولد لي كل هؤلاء. دي الأوقات اللي أنت بتضيعها، اللي ممكن ربنا يعدك فيها آلة عظيمة لعمله. أطلب إليكم كأحياء من أموات أن تقدموا أعضاءكم آلات بر لله، ولا تقدموا أعضاءكم آلات اسم للخطية. احنا مقدمين نفسنا بكل رضا على ذبائح النت وعلى ذبائح التيك توك وعلى ذبائح المسلسلات والتلفزيونات. كنت بزور مريض وكانوا مشغلين الشاشة ولقيت مسلسلات كنت قاعدة طويلة، كنت قاعد معاه يعني، لقيت مسلسلات شغلت لهم ما يبطلش. قال لا ده طول النهار. يا سلام يا بختكم، انت ما شفتهاش؟ قلت له ما العمر سمعت عليها يعلم المسيح. طب واخرتها ايه؟ انت بقيت متسلسل انت كمان، انت ابليس ربطك بسلاسل انت كمان. وهيجي يوم ربنا يسألك على السنة اللي فاتت. اوعى تفتكر انت عمال تقول سنة راحت وسنة جاية، والسنة اللي راحت دي كان ممكن يتعمل فيها ايه، وكان ممكن ربنا يعمل فيها ايه. سيبك من اللي راحت، انت ناوي تخليه يعمل ايه في اللي جاي؟ اللي راحت خلاص مش هنتكلم فيها، اللي جاية دي انت ناوي تعمل فيها ايه؟ بقول قدموا أعضاءكم آلات بر لله. قدم في إنجيل معلمنا القديس لوقا مثل كلنا حافظينه، في لوقا 11 13 غالبا، لوقا 13 مظبوط، في عدد 6: وقال هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد. أتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هوذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد. طويل الأناة، لي 3 سنين بيأتي ليطلب ثمر في التينة ولا يجد. اخطأها. لماذا تبطل الأرض أيضا شجرة التينة من الأشجار الوارفة الأغصان والممتدة الجذور، بتاخد مساحة حوالي من 140 متر حواليه، 12 في 12 كده. ايه ده؟ مش ممكن. أبطلت الأرض مش عارف شالها، زحمة على الفاضي. لكن نفاجأ إن الكرام وقف يشفع في الشجرة، فأجاب وقال له: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا. الجديد 3 سنين. قال لا، السنة دي حللني يا وتسابونا، السنة دي أنا هشتغل. خد بالك، الشجرة هنا ما نطقتش، ما قالتش مش هي اللي طلبت سيبني السنة دي، لكن الكرام طب هي مش مثمرة بس بيحبها. ايه؟ بيحبها. تخيل، مش مثمر ومحبوب، ومين واقف يشفع؟ الكرام. اتركها هذه السنة أيضا. ليه؟ يمكن التقصير منك أنت. أنا أنقب حولها وأضع زبلا. هي محتاجة
في حاجات حجارة كده حواليها منع الجذور انها تتأصل وتمتد، وبعدين الارض ما هياش غنية، الوسط اللي هي فيه مش سخي ولا غني بالعناصر الغذائية. سيبني احط سمات كمان. طب وهي الشجرة تعمل ايه؟ واقفة ساكنة. ومين اللي واقف يشفع فيها؟ يسوع المسيح الكرام العظيم. تخيلوا، يسوع بيشفع. طيب هو بيشفع هنا في الشجرة دي عشان يسيبها سنة كمان، ولا عشان هو يشتغل فيها سنة كمان؟ هو يشتغل. طب لو هي ما ادتلوش فرصة يشتغل فيها، يعني يسوع وقف يشفع فينا عشان يشتغل فينا سنة جديدة. بص سيبهم لي انا، هو بس محتاجين شوية قعدات مع الانجيل حلوة، وانا هجذبهم بحبال البشر، وعايزين حبة صلوات حلوة، وانا هسكب عليهم روح النعمة وتضرعات، وعايزين حبة قداسات كده وتناول حلو مشبع، ونشيل. ده مين اللي واقف كده؟ يسوع. وسمع السيد للكرام وترك الشجر. ولكن ويحك أيتها الشجرة، أنت اديت فرصة ليسوع يشتغل فيك. أخبار الإنجيل إيه؟ نفسي في مرة ألاقي واحد يقول نشكر ربنا إن أنا عمال أخد إعلانات وعمال ربنا بيكلمني. ده أنا ربنا كلمني امبارح والنهارده كلمني في كذا. بالأغلبية مش أحسن حاجة. لا من مدة ما قريتش. آخر مرة قريت امتى؟ يمكن من شهرين. طب كيف ينقب حولها؟ كلمة ينقب حولها يقصد إن ما يكون في جدر. أنا شفت المنظر ده. الشغل عندنا كانوا زارعين نخل جاي كله في أكياس من وزارة الزراعة، ولقينا يجي 10-15 نخلة كلهم اسم الصليب بقوا 7-8 متر، وواحدة عجزانة مشوهة المنظر بتاع الرصيف. فأنا معدي ناديت الراجل قلت له بص يعني عايزين نشتري واحدة بس يكون عمرها كبير تمشي مع دول. قال لي ودي عيبها ايه؟ قلت له عيبها ايه؟ ده عجزانة. قال لي اصبر بس عليها يا بيه، اصبر بس عليها، دي هتبقى أحسن واحدة. أنا قدام عيني. وراح جاب حاجة اسمها الطورية اللي هي الفاس بس الصغيرة، وقعد يشيل في التربة حواليها ويكشف لحد ما وقف وصل لمنطقة معينة ابتدت الجذور تبان. هنا ساب الفاس ومد ايده. قلت له، قال لي لا احسن اقطع الجدر. وقعد يفضي بايده، هوب لقى حاجة كده. ايه ده؟ اهو ده حجر البردورة كان واقع جوه مانع الجدر. ابتدى يمد ايده التانية ويتعتع ويتعتع. فين وفين طلع حتة حجر قد كده تحت خراعيب الشجرة. ابتدى يجيب أرض حلوة يحطها، وراح جاب حبة سماد وحطهم. يعلم الله ما فات الموسم غير وكانت سبقاهم كلهم. أدعو التي ليست محبوبة محبوبة، والذي ليس شعب شعب. هتدي فرصة لإيدين يسوع تشتغل في حياتك، ينقب حولك بحنانك. ده في حجر هنا عداوة وكراهية. بص يا ابني أنا قلت بلاش العداوة والكراهية. حالة انفصال بين زوجين كانوا عايشين بره، رجعها، استلف ثمن الطيارة ورجعها. شوف بقى رخصت في عينيه قد ايه. قالت لي ده معهوش فلوس، ده استلف. قلت لها شوف انت عملت في ايه. انا عملت ايه يعني؟ قعدت اسمعها. طبعا كل طرف بيتكلم من ناحيته وانا مش ساذج، كان لازم اسمع له.
أنا مرة قريت لشكسبير كلمة ما انساهاش: المرأة تفقد المحبة لثلاث صفات: عنادها، تمردها، صوتها العالي. أول ما واحدة يظهر فيها الثلاث صفات دول، العناد والتمرد والصوت العالي، جوزها يزهد فيها تماما. طبعا ده كان كلام شكسبير. أنا أحب أنا أقرأ في الأدب حلو، بس كان لسه لازم أقرأ كلام الله. لقيت ربنا في صموئيل 1 يقول: أليس العناد كالعرافة والتمرد كالترافيم؟ ايه يا نهار اسود، ده ابليس. اذا كان يسوع صفته الروح الوديع الهادي، فصفات ابليس التمرد، العناد، الصوت المرتفع على من عليت صوت. وابتديت اقرا تاني: أليس من البدء خلق الله ذكرا وأنثى خلقهم؟ اكتشفت ان الأنثى دي حاجة راقية قوي. قال عليها القديس بطرس: الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الزمن. لما تبقى الواحدة عنيدة. أنا ابتديت أقرأ الإنجيل من تاني في ضوء الاتنين دول، وواجهتها وأقرت. فقدت كل حاجة، بس أكتر حاجة فقدتها، فقدت رجولته هو. ليه؟ ما عادش بيحبها، زهد فيها، ما عادش حتى عايز يقرب منها، لا نفسيا ولا جسديا ولا عاطفيا. هي فقدت، تفقد الرجولة مع الأنوثة في نفس الوقت، وكأنما الرجولة والأنوثة سرين مرتبطين بالإنسان. هو فقد كل ما يختص بهذا الارتباط، فقد كل ما يختص بهذا الارتباط، وهي فقدت كل ما يختص بهذا الارتباط. يسوع ما خدش فرصة يشتغل، يعطيها روح وديع هادي، ويديله حب واحتواء وغفران. أسلم نفسه لأجلها كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. فقدوا، أراضي فقدت يسوع، أراضي فقدت يسوع. بعتت لي النهاردة فيلم، هي نفسها فيلم صامت، 2 بيتخانقوا بس ظهر إبليس عمال يحرجم ويولع في الاتنين، والاحتدام عمال يزيد، وكل مدى ايديهم بتطول ولسانهم بيطول، وابليس بيظهر يملى الصوره، وفجاه ظهر يسوع وابتدى يضم الاتنين تاني. قلت لي: عايز اقول لك ان انت يسوع ده اللي جاي يضمنا من تاني، بس مش هتجوزه بدلها ومش هحبها بداله. انا اقصى حاجه دي فرصه ليسوع يعمل في الاتنين، لكن هم عليهم العمار وعليهم الخراب. فحتى البيوت لم تجد فرصة ليسوع ينقب وينتزع أرواح العناد وأرواح التمرد وأرواح الصوت العالي، يا وتخرب الأراضي وتبقى أشجار غير مثمرة، لكن هتقطع السنة اللي بعدها. اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا. إذن سنة جديدة من غير ما يسوع يشتغل بعمق في حياتك مش تفرق حاجة عن السنين اللي فاتت. بس السنين اللي فاتت برضو كانت سنة جديدة، مش كده برضو؟ ما كانت سنة جديدة برضو، كانت سنة جديدة، ما هي برضو كانت سنة جديدة. ولا كانت قديمة اللي اداها لك دي؟ كانت جديدة ولا قديمة؟ لا مش سامع. كانت جديدة. لا، اداك سنة جديدة ضياع، سنة جديدة
عصيان. سنة جديدة إهمال لفرص عمله. فإذا السنة الجديدة ما هي إلا فرصة لعمل رب المجد يسوع، مش لعملك أنت. أنا عايزك تعمل في حياتي. أقول لك طب اديني وقت واديني أدوات. الوقت كل ما يكرس ليسوع، والأدوات كل الأدوات المتاحة إن ربنا يشتغل بيها فيك، من إنجيل لكتب مقدسة لأوقات نعمة لخلوات روحية لشركة. إيه ده؟ هو عايز وقت وأدوات. سنة جديدة من غير وقت كافي تديه ليسوع ومن غير أدوات يعمل بيها لن تفرق شيء عن أي سنة قديمة. انتباه يا أحبائي، انتباه انتباه. خسارة الخراب اللي فات. كل واحد يقول لك أنا حياتي في النازل، أنا بقيت عصبي قوي، أنا بقيت أكذب بسهولة جدا، أنا بقيت الشهوات بتسيطر علي. أيوة، ما ده حقل الخربان، حقل الخيبان، ده حقل ما اشتغلش فيه الرب، حقل متروك للفضائيات ومطلوب لشبكات النت والحاجات الحديثة اللي جابت الخراب للعيون والقلوب ومكنت إبليس من أوسع الأبواب. وتفقد روح النعمة ويفقد البناء الإلهي. قادرة أن تبنيكم وإيه؟ تغنيكم، تعطيكم ميراثا مع القديسين. أضع سماد. سماد يعني أخليك قوي، صلاتك قوية، إنجيلك قوي، حياتك قوية، شهادتك. كان أنا هعمل. يسوع يريد أن يعمل، محتاج منك وقت كافي ومحتاج أدوات تقدمها له. هل عندك استعداد؟ هل عندك الجدية الكافية انك تقول له تعال اشتغل فيا؟ الزوجة دي كل طلبته منها قلت لها مكن الروح القدس. انت فقدتي جوزك بعنادك، بصوتك العالي، بعدم طاعتك، كرهك خلاص. وطول ما الثلاثة دول موجودين قالت لي واعمل ايه؟ قلت لها الروح القدس، الروح الوديع الهادي الذي هو كثير امام الله كثير السماء. لو ما كنتيش تطلبوا الروح القدس بقوه وتصرخي من اجله، قالت له هيديني. قال كده اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا اقرعوا. حتى اديها تدابير، اديها قراءات، واديها كذا. حق الله بعد ما مشيت لي بعت لي تاني الشواهد اللي قريناها، بعت لها طب انا عايز اعمل كذا، بعت لها. وربنا عالم. اقول لكم حاجه، هو جه النهارده من السفر وانا بصلي من اجلهم، ويا ريت نصلي من اجلهم ان يبني المنهدمه. كونك تتحول سراج، لان ربنا عايز ينور بيك حياه ناس كتير، تضيء لكل من في البيت. فإن كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلمة كم تكون. ربنا عايز سراج. أنت نور لبيتك، نور للمجتمع، نور العالم. أنتم نور العالم. إبليس عمال يطفي نور العالم، طفاه جواك وطفاه جوا ده وجوا ده. فاضل إيه؟ حد إمتى هتنك ظلمة؟ حد امتى الخراب اللي في حياتك واللي في بيتك وعمال تتماسك وتمثل وترائي وتنافق وانت الدود خرب عمرك وخرب بيتك؟ ماسك في ايه؟ ده انت خربت يا جدع. يعني في بناء عظيم مستعد يبني المنهدمة، في إله قوي مستعد يرمم الثغرة، في يسوع مستعد يقابل معاك كتير. سلم له حياتك. ادعوك اليوم والنهارده واحد سلم، قول له يا رب مش بالكلام، هدي لك وقت كافي يا رب على حساب اي حاجه. يقول مفتدين الوقت لان الايام شريره.
يعني مفتدين، مدفوع ثمن الوقت اللي هتقدمه، هتخسر فيه حاجات بس هكسب فيه حياتي الأبدية، هكسب فيه نور الحياة، هكسب فيه حياة غنية بيسوع تخليني إنسان، تخليني نور، تخليني ملح للأرض. لكن إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء ولا لمزبلة، فيطرح خارجا ويداس من الناس. أحبائي ليه؟ ادوني سبب واحد، اديني سبب واحد ما تسلمش الحياة ليسوع من النهاردة. اديني شيء أهم من اللي اتكلمنا فيه عشان تقول لي أنا ما عنديش وقت. ضيع حياتك، ضيع أبديتك، ضيع كل الفرص الحلوة، لكن بتديها لإبليس على طبق من ذهب. صلي إلى الله أن يمتلكنا من تاني، من اليوم نندم فيه على السنين اللي أكلها الجراد يا رب. واحنا ما نقدرش نرجع حاجة فيها، لكن أنت وعدت أعوضكم عن سنين أكلها الجراد. أنا يا رب عايز أدي لك، هروح النهاردة أدي لك وقت أقعد معاك وأنت اشتغل فيا. هصحى الصبح بدري أدي لك وقت أقعد معاك وأنت اشتغل فيا. في وسط النهار هرفع يا رب أنا عايزك تشتغل فيا للنهار. أنا مش عايز أبقى حقل الكسلان، ولا عايز أبقى حقل الخربان، ولا البيت، مش عايز بيت مهدوم يا رب. عايزك تبني البيت، عايزك تعمر الحياة وتثمر بيا. أطلب إليكم أن تقدموا أنفسكم لله كأحياء من أموات، أعضاءكم آلات بر لله، ولا تقدموا أعضاءكم آلات اسم الخطية. والمجد الله دائما أبديا آمين.